حتى الآن في هذه الحرب المسؤولين الإيرانيين بيحبوا يطلعوا على شبكات الإعلام الأمريكية ويتكلموا عن إزاي الحرب دي مش مبررة وغير قانونية. أنا متوقع أنهم هيبطلوا يعملوا كده قريب، لأن من قريب متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اتسأل عن المذبحة اللي الحكومة الإيرانية عملتها في يناير اللي فات وما كانش عنده أي رد عليها. اسمع بنفسك. لما منظمات حقوق الإنسان الكبيرة زي منظمة العفو الدولية تتهم حكومتك حرفيا بارتكاب مجزرة بحق المتظاهرين، ولما يقولوا إنهم راجعوا، وأنا هنا بقتبس، فيديوهات موثقة وشهادات شهود عيان، قوات الأمن انتشرت في الشوارع وأسقف المباني زي البيوت والجوامع وأقسام الشرطة، وكانوا بيطلقوا النار من بنادق خرطوش محشوة بكريات معدنية على المتظاهرين، وغالبا بيستهدفوا رؤوسهم وصدورهم. لما منظمة العفو الدولية اللي مش صديقة أصلا للحكومتين الأمريكية أو الإسرائيلية تقول كده، يا دكتور باجاي ليه نصدق حكومتك مش العفو الدولية؟ ليه نصدق العفو الدولية والمنظمات دي؟ هم وثقوا الأدلة. انت بتقول حتى مش عندكم الأرقام، بس هم قدموا أدلة وفيديوهات موثقة وشهود عيان. أيوة، ببساطة تقدر تشوف كتير من الأدلة والفيديوهات اللي بيقولوا عليها جاية لهم من مصادر إسرائيلية وأمريكية. الموضوع مش كده، الأدلة دي مش من إسرائيل، وإسرائيل أصلا بتنتقد منظمة العفو زيك. أنا قابلت مسؤولين إسرائيليين اتهموا المنظمة بتقديم أدلة مزيفة. أسف أقول كده، بس كلامك كأنك مسؤول إسرائيلي بينكر اللي حصل في غزة. دي شهادات شهود عيان وشهادات دكاترة وفيديوهات. قارن تهديد إيران السلمي باللي بيحصل في غزة بجد؟ لا، أنا بقرر رد فعلك. أنت بتنكر كلام منظمة حقوق إنسان، وأنا مش بقتبس من الحكومتين الأمريكية أو الإسرائيلية، وأنا متفق معاك إن الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية مش موثوق فيهم لما يخص إيران. أنا بقتبس من منظمة حقوق إنسان مستقلة. مش متأكد انهم مستقلين. لو كانوا كده فعلا كانوا جم وحكوا عن قصص كتير لإيرانيين أبرياء اتقتلوا خلال 27 يوم اللي فاتوا وما عملوش كده. تمام؟ فأنا اللي بقوله بكل صراحة إني قلت إن الحكومة مكتب الرئيس نشر أسماء الناس اللي اتقتلوا خلال الاحتجاج ده، وكنا شفافين وقلنا اتقتلوا على إيد مين، وقلنا إن 2400 منهم اعتبرناهم شهداء لأنهم اتقتلوا يا إما على إيد الحكومة يا إما كانوا ضباط شرطة أو ناس أبرياء كانوا موجودين في المكان متبسط. وتقدر تقول إن فعلا 600 منهم كانوا يا إما مندسين يا إما من الناس اللي تبع الحكومات دي. إيه رأيك في شهادات العيان اللي بتأكد إن في ناس اتنقلت المستشفيات ووشهم وراسهم مليانين طلقات خرطوش من قوات الأمن الإيرانية؟ هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ووسائل إعلامية وثقوا ده. أنت شايف كل الشهود دول بيكذبوا؟ كله مفبرك؟ أنا مش بقول إن كلهم كذب، لازم أشوفهم بنفسي، وأنا متأكد إن السلطات عندنا بتتعامل مع كل تقرير اتعمل وبيورط قوات الأمن بتاعتنا. في الحقيقة احنا فعلا عارفين من جماعات حقوق الإنسان المستقلة إن قوات الأمن كانت بتدخل المستشفيات وبتقول للأطباء ما يعالجوش المصابين اللي جايين بجروح، وبدل كده يبلغوا عنهم لمسؤولي الأمن. وده كمان حاجة أكدها واحد من الدكاترة اللي اتقالوا الأمر ده في طهران. دلوقتي بالنسبة لي الجزء الصادم مش إن المسؤول الإيراني ما قدرش يدي إجابة مرضية للموقف، لأن هو هيقول إيه؟ هو عمره ما هيعترف إن النظام يفضل يقتل 10,000 إيراني بدل ما يخسر السلطة. لكن اللي صادم فعلا هو إن المسؤولين الإيرانيين بيعملوا كده من ساعة ما بدأت المفاوضات في فبراير اللي فات، لما أمريكا بدأت تتفاوض مع إيران على اتفاق نووي جديد. ولا حتى شبكة أخبار واحدة من الشبكات التلفزيونية الكبيرة سألت أسئلة عن المذبحة. مع ذلك على الأقل إحنا دلوقتي بنسمع الأسئلة دي. إحنا عندنا كمان مقطع تاني عن الدكتاتورية الإيرانية، إزاي النظام الإسلامي بقى دلوقتي أشبه بالملكية، مش حتى دكتاتورية، الحكم بيتنقل بين أفراد العيلة. وده كان شيء مؤسس النظام الإسلامي. آية الله الخميني كان بيعترف عليه بشدة. هو كتب كتير عن إزاي الجمهورية الإسلامية ما ينفعش تبقى دكتاتورية، لأن ده بالضبط اللي الثورة الإسلامية كانت بتسقطه. طيب برضه مفيش إجابة واضحة. اسمع بنفسك. أنا آسف إن الفيديو اتقطع، ده مش خطأ من عندنا، هو كده في المقابلة الأصلية.
وأنا متوقع إن ده بسبب إن طهران لسه قافلة الإنترنت. فأي حد بيحاول يتخطى القيود دي زي المسؤولين الإيرانيين لسه بيواجهوا مشاكل بسبب قطع الإنترنت في إيران. كان هيبقى كويس لو السؤال ده اتسأل كمان، بس للأسف ما اتسألش. هوريك مقطع تاني فيه السؤال ده، بس دلوقتي اسمع المقطع ده. في يناير اللي فات حصلت احتجاجات كبيرة في إيران للمطالبة بتغيير الحكومة، وبالنسبة لكثيرين إنهاء نظام الحكم الديني للجمهورية الإسلامية تحديداً. ليه حكومتكم بترفض تسمع لمطالب الشعب؟ ليه تستبدلوا مرشد أعلى غير منتخب حكم لمدة 40 سنة أو تقريباً 40 سنة بمرشد أعلى تاني غير منتخب الشعب الإيراني ما اختاروش وما كانش ليه رأي فيه؟ إزاي بلدكم مش ديكتاتورية؟ ده مش صحيح. تاني، هو مش قائد غير منتخب، هو تم انتخابه عن طريق الخبراء. مجلس الخبراء بيتم انتخابهم عن طريق التصويت، عن طريق الشعب. ومجلس الخبراء ده ودلوقتي هنا أظن الكذبة دي أحسن بكتير من المرة اللي فاتت، لأن النظام معمول بطريقة تخليه يبان ديمقراطي. الشعب الإيراني فعلا بيختار أو بينتخب مجلس الخبراء، اللي هي مجموعة من 88 رجل دين بيرشحوا نفسهم للانتخابات زي أي سياسي هنا في الولايات المتحدة. بس هنا الجزء المثير للاهتمام، المرشد الأعلى هو اللي ليه القرار النهائي في مين يرشح نفسه للانتخابات. فحتى لو الناس يقدروا يصوتوا لمجلس الخبراء، في الحقيقة الموضوع مش ديمقراطي فعلا، لأنه المرشد الأعلى ببساطة بيمنع أو بيحضر أي حد ضده من الترشح، هو بس بيسمح للي يثق فيهم يترشحوا. وبالطريقة دي النظام الإسلامي بيتم حكمه من نفس المجموعة، نفس جماعة السلطة اللي مسك الحكم من سنة 1979. والمجموعة الصغيرة دي بتحكم بقالها فترة طويلة، لدرجة إنهم بقوا فعلا مصدقين إنهم بيمثلوا الشعب الإيراني، مع إن أغلب الإيرانيين مش عايزينهم يحكموا البلد. وشفنا ده في احتجاج يناير، لكن القادة اللي فعلا بيحكموا بيرفضوا يصدقوا ده. في الحقيقة من أسبوعين بس كان عندنا وزير الخارجية الإيراني اتسأل نفس السؤال ده في مقابلة تلفزيونية. تمام؟ اتسأل يعني يا جماعة عندكم إنترنت بتطلع في المقابلات دي وتنشروا دعايتكم في كل العالم، لكن الشعب الإيراني نفسه ما عندوش إنترنت، ما عندوش وصول للإنترنت. بقاله أكتر من شهر الإنترنت مقطوع. إيه الموضوع ده كله؟ اسمع بس إجابته. عايزة أوضح إنك بتكلمنا على الزوم. الشعب الإيراني ما عندوش وصول مفتوح للإنترنت، بس أنت عندك. ليه؟ طيب أنا اللي لازم أعمل كده لأن صوت الإيرانيين ولازم أدافع عن حقهم، عشان كده عندي وصول للإنترنت علشان بس يكون صوتنا مسموع من المجتمع الدولي. لكن الإنترنت مكفول لأسباب أمنية، عشان إحنا تحت هجوم، إحنا تحت عدوان، ولازم نعمل كل حاجة علشان نحمي شعبنا. دلوقتي زي ما أنتم متخيلين دول الخليج مش متفقة مع النظرة الإيرانية للأمور، وفي بداية الحرب كانوا ضدها تماما. منعوا أمريكا من استخدام قواعدهم ورفضوا السماح باستخدام المجال الجوي الخليجي. بس بالرغم من كده إيران فضلت تضرب الدول دي اللي ما كانتش مشاركة في الحرب دي، وكمان إيران ما كانتش بتستهدف بس القواعد الأمريكية في الدول دي، ابتدوا يهاجموا البنية التحتية المدنية زي المولات والمواني والمطارات والفنادق. ولو عايز مثال تاني على إن إيران مش ماشية على منطقها، إيران كمان بتهاجم سلطنة عمان اللي ما عندهاش أي قواعد أمريكية، بس إيران لسه بتستهدف موانيها وناقلات النفط بتاعتها. السبب في ده بسيط، هدف إيران مش إنها تسبب ألم للدول اللي بتدعم الولايات المتحدة بس، الهدف هو إنها تسبب ألم للجميع وتتأكد إن العالم كله بيعاني. الطريقة دي بتزود الضغط على أمريكا عشان توقف الحرب، وده السبب اللي خلاهم يهاجموا ناقلات النفط في مضيق هرمز. ولا ناقلة نفط فعليا بتساعد أمريكا في الهجمات دي، لكنهم برضو عايزين يهاجموها علشان يضمنوا زيادة الألم الاقتصادي عالميا. لكن للأسف بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين الخطة دي جابت نتيجة عكسية، لأن دول الخليج مش بيستسلموا تحت الضغط، بالعكس هم بقوا مدركين نوع التهديد اللي إيران بتمثله للمنطقة ونوع الخطر اللي إيران بتشكله على أمن المنطقة. عشان كده بدل ما يضغطوا على أمريكا لإنهاء الحرب بيضغطوا عليها عشان ما تنهيش الحرب. السعودية والإمارات والكويت بيضغطوا على أمريكا وبيحاولوا يأثروا على الحكومة عشان يمنعوا وقف إطلاق النار
قبل التعامل مع القدرات الإيرانية. أنا متأكد أنكم فاهمين يعني إيه يتم التعامل معها. هم عايزين يتأكدوا أن كل التهديدات اللي بتيجي من إيران، سواء القدرات النووية أو الصواريخ أو الطيارات المسيرة أو حتى الجماعات الإرهابية اللي بتشتغل لحسابهم، ما تبقاش مشكلة للدول في المنطقة بعد الحرب دي. هم شايفين أن وقف إطلاق النار اللي مش بيعالج كل المشاكل دي مش معناه أن هيبقى فيه سلام في المنطقة، ده بس معناه أن فيه تأجيل للأزمة اللي جاية.